فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو هو أول فيلم أدخله سينما في سنة 2025، وواحد من أكتر الأفلام اللي كنت متحمس أشوفها لأني بحب عصام عمر جدا. والفيلم لما اتعرض في مهرجان فينيسيا نال إشادات قوية جدا. فهل بعد ما خرجت منه عجبني؟ حقيقي الفيلم جميل جدا، وعلى مستوى السيناريو هو رائع ومن نوعية أفلام الرود تريب أو الرحلة، وكمان بيتكلم عن علاقة الإنسان بالحيوان بتاعه. وهنا الفيلم بيوصل لأفضل مراحل الدراما، غير إنه بيتكلم عن النضج وبنشوف بطلنا وهو بيكتشف نفسه وبنتعمق في حياته. وهنا اقدر اقول ان الفيلم فعلا بيقدم دراما كئيبة عاملة زي فيلم مانشستر باي ذا سي وفيلم الجوكر، وحقيقي انت مش هتخرج من الفيلم مبسوط. على مستوى بقى الاداء التمثيلي انا شايف ان عصام عمر كان ممتاز جدا وبيوصل لافضل مراحله في الفصل الاخير. راكين سعد جيدة جدا، او عندنا كمان احمد بهاء مقدم اداء رائع وعرف يستفزني صح. الكلب رامبو اختيار موفق، واعتقد اننا كده عندنا حيوان نفتكره في السينما المصرية زي بره بالظبط. المخرج خالد منصور في اول تجاربه السينمائية كان عظيم، وخاصة الكادرات وجمال الالوان، وان كل لون بيقول حاجة وكل كادر بيوصل رسالة معينة. ده كان شيء عظيم. حتى الفيلم على مستوى المونتاج والموسيقى والازياء كان رائع. مشكلتي معاه ان في حدث حصل ملوش تفسير، وازاي الشخص ده وصل للمعلومة. ولكن انا مش هحرق عليكم، ولكن اعتقد اللي شاف الفيلم ممكن يفهمني شوية. تقييمي النهائي 8.5 من 10.